اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين متابعين قناه جريده سبورت في كل مكان واكونت جريده صوتيه على التيك توك والاستضافه. اخبار تهمك على السريع. اول حاجه، فتوح يقرب من الاهلي ولا الزمالك؟ مفاوضات من النادي الاهلي والزمالك بين اللعيبه، ولكن فتوح القى الضوء الاخضر لاداره الزمالك وقال للنادي الاهلي انا مش همضي الا لما استنى انتخابات نادي الزمالك ويكون الرد من المجلس الجديد بالتجديد معي. الخبر الثاني معانا ان الزمالك بيعمل مفاوضات كبيره جدا ومكثفه لتكون صفقه انتخابيه لقائمه الكابتن حسين لبيب مع محمد شريف، واللاعب ابدى الموافقه المبدئيه، ولكن بالرغم انه اتى تصريحات دبلوماسيه مش هيروح النادي الاهلي ولا حاجه، ولكن ان هو الزمالك عرض عليه ما يقرب من 25 مليون جنيه كصفقه ليه هو كمبلغ 3 سنين. فاللعيب في كلام ان هو ممكن يكون صفقه كبيره بجانب تجديد فتوح. الخبر الاخير معانا، كهربا هيدفع فلوس الزمالك اخر الشهر، ولكن في حاله واحده، ان الزمالك وافق على دفع بدون غرامه تاخير. انتظروا كل جديد. سلام.